الحقيقة ان تربية الاولاد والنشء الجديد مسؤولية كبيرة وشيء صعب مش سهل ان احنا ننشئ جيل يكون مفيد للمجتمع ومفيد لنفسه، مستقبل لبلده. دي من الحاجات الصعبة، وبالتالي يعني التنمية الذاتية للطفل من الحاجات المهمة قوي، محتاجين نشتغل عليها. ويمكن دي مشكلة بتواجه امهات كتير، انه بيلاقوا ان اولادهم عندهم نسبة كبيرة من العناد، مش عايزين يرضخوا لاي سيطرة من قبل الاب والام، مش عايزين يسمعوا الكلام. بقينا بنعاني شوية مع الجيل الجديد، هو جيل صعب، ولكن ده نتيجة طبعا انفتاح العصر، السوشيال ميديا. كل طفل في مرحلة معينة بيبقى عايز يثبت نفسه، عايز يثبت شخصيته، وبالتالي الموضوع بياخد مجهود كبير مننا. هنتكلم النهارده عن التنمية الذاتية للطفل وأثرها على نشأته في المستقبل مع ضيفتي الكريمة اللي بتشرفني النهارده، أستاذة سحر هنيدي، مدرب دولي للتنمية البشرية واستشاري علاقات أسرية. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير عليك. صباح الفل. اهلا بحضرتك. اهلا. خلينا كده نبدأ بتعريف التنمية الذاتية للطفل، إيه المقصود بيها؟ هي اسم يعني ايه واضح من المسمى ان هو تنميه ذاتيه. انا بنمي ذات الطفل، صحيح. بنمي شخصه، بنميه هو كإنسان بعامله باسلوب ادمي، بعامله ان انت كائن مرغوب فيه، كائن لك تفاعلاتك ولك مميزاتك، وانا شايفاك انت مش شيء مبهم ركناه على جنب. فالتنميه الذاتيه بتنقسم من وجهه نظري الى 3 اقسام مهمين جدا. ملخص الموضوع فيهم بمعنى ايه؟ التنميه الذاتيه بدايه انتباه للطفل، بدايه ما ينتبه الطفل، عرفت ان دي ماما، ان ده بابا، عرفت انتباه. مجرد ما ينتبه له تنميه ذاتيه معينه. صحيح. والمرحله الثانيه او الشق الثاني، المرحله التنميه الذاتيه في سن التمييز. سن التمييز بدايه من 5 سنوات، وهو سن الاختزان والتمييز، اللي هو الطفل بيبدأ يميز فيه، يميز الفعل ده. هو أدرك. أيوة. قلنا الأول الإدراك، الثاني التمييز. ميز الفعل ده حصل ليه؟ ماما وهي بتكلم طنط فلانة كدبت ليه؟ هي قالت إن أنا بره وهي في البيت، بابا قال لزميله أنا كذا وهو مش ليه؟ ده بيحصل. الإدراك بيبتدي يدرك. حتى في الفقه يعني للمنتقبات بعض الآراء بتقول إن سن الإدراك ده لا تطلع على الولد المميز، مش البالغ. ده الوجه يعني إيه؟ نعم. وجهة نظر بعض الفقه. فهنا بيميز. حتى منعوا ليه؟ عشان يقدر يميز الست الجميلة من الست اللي مش جميلة، أو لابسة إيه أو بتعمل إيه. ده تمييز. المرحلة الثالثة وهي أصعبهم، مرحلة سن المراهقة. دي اصعب حاجه كلنا بنعاني منها. صحيح. بالنسبه للبنات انا على قد ما درست وعملت وضيعت عشرات السنين بس بعاني منها، وبستعين بالله ثم بالكتب ثم بالخبرات السابقه عشان اتعامل مع ابني اللي هو 13 عام. فده سن مرهق جدا، هو اسمه على رسمه سن المراهقه. سن الانفصال من الطفوله، انا مش طفل، انا راجل. مفاهيم الرجوله عنده بيكتسبها من المجتمع، مش طبعا. بياخدها مني انا طبعا. خلينا ناخد نقطة نقطة طبعا. ونبدأ بسن التنمية الذاتية من سن الإدراك. الولد ابتدى يدرك، وهو غالبا السن ده بيكون سن عام ونصف في الوقت ده. أول ما بيبدأ بيبقى عايز يجري. أنا كائن حي، أنا إنسان، أنا بعرف أتحرك. بيبقى عايز يجرب. فعايز يجرب كل حاجة بيكتشفها في نفسه. بكتشف إن أنا بقف. بكتشف إن أنا بعرف أمسك أي شيء أيا كان هو إيه. بكتشف إن أنا بجري وبجري بسرعة. هو ذكي، مش عبيط. عنده إدراكه وذكائه في الحتة بتاعته، ملخص ذكائه في الجزئية بتاعته. والطفل المصري الأبحاث طبعا أثبتت إن هو ذكي جدا، بس إحنا اللي مش بندعم الذكاء ده ومش بننميه ومش بنشتغل عليه، علشان كده بيبتدي يحط ذكائه في حاجات مهلكة لشخصه ولعلمه ولدماغه، مثل الفرجة على التلفزيون كتير أو على الموبايل اللي بقى بيغزو البيوت كلها. صحيح. للاسف، والام غير مدركه. صحيح. فاكره ان ده حنان منها ان اسيب الطفل او اكبر دماغي بقى. سوري، انا اسفه اقول لكل ام، اذا هتكبري دماغك من ابنك ما تخلفيهوش اساسا. صحيح. ما تطلعيش عالة على المجتمع. صحيح. المجتمع مش ناقص. كل واحد فينا يبني لبنه في المجتمع يرتقي بيها ويطلع بيها. بدل ما اطلع ولد معقد نفسيا، ولد عنده الأنقة وحب الذات، ولد مش مفيد لمجتمعي، مش مشرف لبلدي. نعم. خلينا نقول ان دي على عاتقنا كلنا. صحيح. كل على حده وعلى قد مقدرته. اقل مقدره ليا كأم ان اطلع جيل سليم. صحيح. ولد صالح. يعني للاسف باولادنا
مش لائقين بمجتمعنا، او مش دول اللي نقدمهم لمصر، مش دول اللي هيكونوا عنوان لبلدنا. محتاجين مجهود، يعني مجهود رغم ان هم ذاتيا تقدري تخرجي من الخامه دي، هم خامه حلوه جدا، خامة ولكن جميلة، محتاجين نشتغل عليها. ولكن الامهات اهملت، الامهات بتهتم. وما ننكرش برضو يا استاذ سحر ان احنا عندنا برضو نخبه من الاولاد والشباب الحقيقه ان هم مشرفين، وبنشوف نماذج ما كتيره جدا بيطلعوش جدا كده كويسه مشرفين بذاتهم، يعني انا مش من الاب والام اكيد الام بيشتغلوا، اذا ادركت وفهمت وعرفت تربي صح وتطلع رجل المستقبل بالظبط. هتطلعه اجود ما يكون. صحيح. علشان الرجل المصري بطبعه من خيره شباب الارض، واحنا ما شاء الله برضو يعني امهاتنا المصريات الحقيقه بيبذلوا مجهود كبير جدا. بنشوف نماذج مشرفه للام المصريه والامهات المثاليات اللي الحقيقه تاج على رؤوسنا جميعا، اللي بيشقوا وبيتعبوا واحيانا بيبقوا شايلين المسؤوليه لوحدهم، وبيقدروا ان هم يوصلوا اولادهم لاعلى المراكز. ده حقيقي. هو ده النموذج بقى المشرف اللي يحتذى بيه. الام الاتجاهين، الاب والام، بتشيل الاثنين على عاتقها، وده مرهق ومتعب طبعا جدا للام. وللاسف لازدياد الطلاق في المجتمع المصري بقت معظم الامهات بتشيل المشقه لوحدها، الاتجاهين. فده يعني ما بيكونش مكافاه الام ان بعد ما تخرج الانسان ده او الولد ده يعوقها في الاخر. المفروض يكافئها ويكون شايف تضحيات. بس هي عشان حانت عليه قوي، اعطته حنان زياده قوي، فمعظم الامهات بيلاقوا العقوق منذ الكبر، ومنذ ما كبر وقف على رجله، انا هعمل راجل عليكي عشان انت اول حد مباشر في وشي. انا النهارده بتكلم عن الامهات، عن الحته السلبيه. طبعا امهاتنا اللي ربونا مهما حاولنا نرد ولو جزء بسيط من جميلهم علينا مش هنقدر نرد، مش هنوفيهم حقهم، مش هنوفيهم حقهم، بس على الاقل نبذل ما استطاع لنا. صحيح. ان احنا نرضيهم. صحيح. انا كل ام بشوفها في الشارع بحس ان هي امي، وبحس ان انا واجب عليا ارضائها. اروح اسالها عايزه حاجه، مش بتكسف. زمان كنت بيبقى نفسي اعمل كده وبتكسف اعمل. يا امي يا حبيبتي عايزه حاجه، طب اسندك، طب اشيل عنك، طب اوصلك. ده يجب ان كلنا نعمل كده. صحيح. طيب نرجع استاذ سحر لمراحل بقى التنميه الذاتيه، وعندنا تاني مرحله التمييز. التنميه الذاتيه النقطه دي بس هدي مثالين لها. والولد بيكتشف نفسه وعايز يجري، بلاش اقول له حاسب هتقع حاسب هتقع، هو هيقع. اول ما اقول له كده امشي بالراحه، احنا مش مستعجلين، امشي كتير جدا يا حبيبي، انت راجل وشاطر وكبير، امشي زي ما انت عايز، مش هحوشك، هيحس بالامان. امشي كتير، ده في مشي كتير، انا عايزاك تجري كتير. وثقه بالنفس. وثقه بالنفس. انا خلاص مش خايف. هو ليه بيجري بسرعه جدا؟ عشان عارف ان ماما هتجري ورايا وتمسكني، فلازم كل مره بيقع، او ماما هتقول لي اوعى تقع. ركزت، خلت ذهني يركز ان هقع، مش اوعى. السلب ده بيعمل معاه التصرف نفسه. صحيح. بيتكلم مثلا او حاجه، بتشاور معاه، بكلمه على قد مناغاته. الام اكتر حد بيحس، بتفهم الطفل، بتفهم المناغاه بتاعته، بتفهم نظره عيونه عشان شالته ببطنها، بتغذى من دمها. فاعلى تواصل بين الام. يا حبيبي انا فاهماك، انت عايز تقول كذا كذا، اصل محمد عايز يقول، واشرح لبابا او للموجودين. فهو حس ان بعبر عنه، حس ان انا بديله مساحته، حس ان انا كائن حي بني ادم. دي امثله للتنميه الذاتيه في سن الادراك، من سنه لسنه ونصف واحنا طالعين. هنطلع لسن ال5 سنوات، سن بقى التمييز بقى بيميز خلاص. ابتديت اميز مين بيعمل ايه. انا مش مدرك، لا ده انا مميز للغلط والصح، للكذب والخطا. ما ينفعش يكون انا عندي اعتياديه الكذب، وان كانت عندي ادعو الله ان يطهرني منها واقلع عنها تماما. مهما قلت لابني خليك صادق، اوعى تعمل كده، لا غلط، الكذب حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين، مش هقدر. الفعل بتاعي هو اللي هينغرس بداخل ابني لما يحس بمصداقيتي. والمصداقيه بتبان اكتر في المواقف المهمه، المواقف اللي فيها عقاب. صحيح. اللي الام خايفه من زوجها انه يعاقبها على كذا، او من مامتها علشان عملت كذا، من حد له سلطه عليه. فانا هكون صادقه، امي حصل كذا، انا مش راضيه اكذب عليكي علشان ما ينفعش ان انا اكذب، بس ما تزعليش مني، انا عملت كذا ضد رغبتك. صحيح. زوجي انا بعمل، فده كله هينغرس، هتبقى قيم ومبادئ بيترسخ في ذهن في ذهنه وبينحفر طبعا. يعني العلماء اثبتوا ان اللي بيختزن بدايه 5 سنوات وانت طالعه ده اهم اختزان. خلي بالك قدامك صوت وصوره ممكن تكوني مش مدركه، او انت مش حاساها كدبه. ده انا بس بقول لماما اني ما خرجتش عشان ما تزعلش وما تقوليش ما فضتش عليا ليه وما جيتيليش. بس الطفل بيفسر ان ده الطفل كذب وبس، ما فيش كذب ابيض وكذب اسود. صحيح. الكذب كله حرام شرعا، حرام، ووردت فيه احاديث. ما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب، او الانسان ما يبيح لنفسه الكذب
بيتحراه، بيدور على الكذب ويعمله، صحيح. حتى يكتب عند الله كذابا. يعني اذا سحر عرفت انها تتكتب في القناه اللي هي بتقدم مع حضرتك دي كذابه، هيوجعها قوي، ما بالك عند الله صحيح. اللي هو الخالق سبحانه وتعالى. فيجب ان نخلي بالنا قوي قوي من تصرفاتنا. ده سن التمييز، ان احنا بيميز تصرفاتنا. انا بقى في السن ده ببتدي اكبره، بقول له حبيبي انت رايك ايه؟ انا بنميه ذاتيا اهو، انت ليك راي عندي، ليك مكانه عندي، انا صحيح. شايفاك. رايك ايه في الموضوع الفلاني؟ بديله حريه الاختيار، وبديله يعني على قد مساحه الموقف. للتفكير. انا بفتح الملفات عنده انه يفكر ويعرف ازاي. الامهات للاسف بتعمل ايه؟ دي الجريمه اللي احنا عايشينها في المجتمع. بتودي ولادها مثلا يتعلم اي لعبه من العاب القوه، تمام. او العاب القتال، عشان تدافع عن نفسك، عشان اللي يضربك تضربه. الولد ضربك، طب انت عملت فيه ايه؟ لا انت ما ضربتوش كويس، ما هو ضربك برضه. دايما بتغرس في ولادها العنف والقله. انا لازم المره الجايه اضربه ضرب مبرح علشان امي تفرح بيا. انت بتطلعي ابنك ايه؟ مع احترامي لكل انت عايزه ابنك ايه؟ ده تشجيع مفكر. للعدوانيه. يعني لو في تفكير بتشغلي بالشكل ده، مخه ولا ان بتشغلي اسلوب الدفاع عضلات؟ عن النفس من خلال العدوانيه والضرب وهكذا. ده انا ادافع عن نفسي في حاله واحده بس، بعد الاعتداء عليا. صحيح. واكون عارف ان انا ادافع عن نفسي باسلوب غير قاتل للي قدامي، ما اضربش اللي قدامي ده ضرب قاتل، وانا اكون فاهمه ابني كده من قبل ما ادخله العلم ده، واكون منسقه مع المدرب نفسه. ارجو من حضرتك ان تقول كلمتين في بدايه التدريب او في نهايتهم، عشان انت هنا اهل الذكر. صحيح. انت هنا القوه. زي ما بتعلموا ازاي تضرب ضربه ممكن تكون في مقتل، او ممكن تكون شديده شويه على اللي قدامك، تعلمه يدافع عن نفسه. علمه امتى يضربها، صحيح. امتى يضربها، ما صحيح. يفتريش على ناس عشان انا عندي مهاره. فبالتالي الطفل اللي بيلعب لعبه مثل كذا بيتلكك للولاد في المدرسه علشان او في الحضانه علشان انا عندي مهاره معينه، فانا عايزه اعيش عليكم. لا حبيبي، ده صاحبك. دي من الاخطاء اللي ممكن تكون، دي من الاخطاء موجودة. الشائعه. صحيح. احنا مش في حرب، احنا مش رايحين اسرائيل، فاحنا اللي هنقابلهم اعدائنا. لا، وقمه الايجابيه ان احنا نسلط الضوء على الاخطاء عشان نحاول نغيرها. ده اللي انا فعلا بحب اتكلم فيه وبقول حلوله. طب انا بقول لابني ايه؟ حبيبي انا هدخلك لعبه اسمها كونغ فو او كاراتيه او ايا كان مسمى. من الألعاب اللعبه القتالية. دي من الالعاب القتاليه. اللعبه دي انت قدها راجل وهتصونها. اللعبه دي زي ما اكون بديك طبنجه بتحطها. مش معايا طبنجه هقدر اضرب اي حد، اضرب زميلي حبيبي، ده اخويا، زميلي ده اخويا. لما نكبر ونخش جامعه ونتخرج هقول له يا ده زميل الطفوله، ده زميل حضانه، ده زميل مدرسه. ليه معزه عندك؟ صحيح. احببه في مجتمعه، اغرس جوه ابني القيم والمبادئ. اصل يا مامي انا بيحصل معايا كده مع المجتمع، انا داخله المجتمع من جوه، مش قاريه من الكتب بس وعلم نظري، لا الاثنين، فبيبقى اعمق. انا من خلال الناس اللي انا بلتقي بيهم، اصل ابني قال لي ان الولد ضربه وشتمه، فقلت له ازاي تسكت له؟ اعمل، لا ناقشه. انت بتشتمني ليه؟ انا استحق ان انت تشتمني؟ انا عملت على قدر علمه وعلى قدر فكره. وهو في حضانه بقول له ردود افعال يتعامل بيها على قدر سن التمييز بتاع الحضانه. لما بيكبر وبيخش مدرسه او بيرتقي لمرحله اكبر، بفضل دايما بنصائح الام، بس نصيحه غير مباشره. ممكن اجيب له قصه. النصيحه الغير مباشره بتؤثر جدا، بتوصل اسرع، بتوصل اسرع، وما بيكونش صيغه الامر. صحيح. اوعى تعمل كذا، اوعى تضرب زمايلك، اوعى زمايلك يشتكوا منك. انا ابني لازم يكون مؤدب ومثال الاخلاق لا بلاش المباشر. في حديث جميل قوي حسه اعرفه، مش شرط اكون انا متخصصه علشان اشرح حديث. احنا مسلمين بالظبط، فاكيد كل العوامل اللي في الشارع حافظين بعض الاحاديث. عيشيها مع نفسك الاول بقلبك وبمشاعرك، وبعدين وصليها لابنك. جميل. حبيها انت الاول وقوليها لابنك. طيب عندنا استاذ سحر مرحله مهمه قوي برضو، يعني مش عايزين وقتنا يسرقنا، دي اخطر مرحله المراهقه. ده حقيقي. مشكله كل بيت عنده ولد او بنت في سن المراهقه. ازاي ننميهم ذاتيا؟ ازاي نراعي المرحله اللي فيها تخبط من كل الجوانب، فسيولوجيه ونفسيه ويعني وعصبيه؟ ازاي نستوعب اولادنا قوي في المرحله دي؟ هي المرحله دي زي ما حضرتك قلتي هي اخطر المراحل. والمرحله دي ما بيكونش عايز تعاون الام بس، عايز تعاون الام وحد معاها من العنصر الرجال. ان ما كانش الاب يكون الخال، العم، الاخ الاكبر، خصوصا لو عندها اولاد صبيان. طبعا الصبيان يعني أكتر. دول لازم يبقى فيه عنصر رجالي في الموضوع. والله هم الاثنين محتاجين، ولكن الصبيان محتاجين أكتر. عنصر الرجل اكتر طبعا. وطبعا مش معنى كده ان يكون عندي زوج متسلط او هو مش فاهم اساسا حاجه ويبوظ لي في يكون واعي.
يكون مدرك ويكون باجتماع بيني وبينه. صحيح. والاجتماع ده يكون خارج البيت. يا جماعه انا بقول دايما في البرامج الماضيه، اذا هتعملي مشروع حتى فيه مليون جنيه او اي مبلغ، المبلغ ده حتى عياذا بالله اذا فقد هيعوض. صحيح. مع مرور في ناس خسرت ملايين الاولاد مش هيعوضوا وعوضتها، انما ابني قلبي فلذة كبدي مش هعوضه. ولو جالي 10 من الولد غيره افضل فاكره ان انا كان عندي ابن وفقدته في يوم من الايام. عياذا بالله ربنا يبارك لكل ام يا رب، امين، ويديم نعمه علينا ولا يسلبنا نعمه اتاها لنا يا رب العالمين. فانا دلوقتي لازم زي ما بعد للمشروع وبعمل له دراسه جدوى وبعمل تخطيط وبعمل اجتماع اسبوعي او شهري ايا كان حسب المنشاه، واجتمع بموظفيه واحط خطه عمل للشركه عشان تكبر وتقوم وانتفع بيها. دي في الاخر ماديات تعوض. صحيح. تروح وتيجي، انما ابني مش هيعوض. لا طبعا. لازم اجتمع مع العنصر اللي انا قلت عنصر رجل خاصه للولد. اي اوجد بقى، اوجد حد، وان كان ما عنديش زوج، ما عنديش اخ، ما عنديش اب، ما عنديش خال، ما عنديش عم، اشوف العيله مش هتخلو من الرجل. انا حد ممكن يكون اهل للثقه، اهل للثقه، والاجتماع يكون خارج البيت. بس مش معنى كده برضو ان في شق تاني بنقع فيه، ان الام تكون مطلقه مثلا وتسمح لابن عمتها ان يجي يقعد معاها وياخد ويدي معاها بحجه ان بيأسس ابن. طب ما انت بتعملي جريمه اخرى. ما ينفعش الاختلاء ورجل البيت او محرم مش موجود. ايوه. وعلم ابني ان انت محرم ليا في عدم وجود زوجي او المحرم الحقيقي. وابني ده يجوز ان يكون محرم ليا، يعني مش بتكلم عن الجواز الشرعي. نعم. ممكن اخليه محرم ليا من سن 5 سنوات وهو سن التمييز، وبيبقى ادق عشان انا منبهاه لحاجات كتير ان ازاي يكون رجل. صحيح. انا هجتمع مع الشخص اللي انا بستعين بالله اولا ثم بيه، واكبر عون ممكن تستعيني بيه هي المراجع الدينيه والقران والسنه. صحيح. ارجعي لدول، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى دخول الخلاء. ده على لسان قول الاعداء الرسول. اليهود كانوا يقولوا كده: عجبا لامر محمد لم يترك شيئا من امور الدنيا الا علمه لاصحابه حتى دخول الخلاء. تدخلي برجل، وده مش تريقه اللي دلوقتي السوشيال ميديا بيسخروا مننا ولازم نقعد نفكر نخش باليمين ولا لا. دي مش تريقه، ده اقتضاء سنه حسنه. صحيح. وكل سنه بعد ما بيبحثوا عنها دي قيم وتعاليم دينيه وبيبحثوا عنها بيلاقوا لها مدلول انك تستخدم اليد اليسرى، ما تستخدمش اليد اليمنى، انك كذا. دي كلها تعليمات وسنن ومبادئ علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فيجب ان الاول اخد السنه، اخد القران والسنه وابدا اطبق بقى اطبق ده على نفسي واوصله على اولادي ابني على قدر مستطاع وعلى قدر ادراكه واغرس فيه المبادئ الدينيه والاخلاقيه. صحيح. عشان للاسف بينشغل وحفظت كام جزء عملت ايه وينسى الاخلاقيات. صحيح. فبيكونوا سيئين. انت بتحفظ قران انت فده بيبقى مش ظريف. انا هنسق مع اي رجل من رجال العيله في ضوابط، وهقول له الولد مثلا سلوكياته كذا كذا كذا، فيا ريت انت توصله بدون ما يعرف حاجه، ان يحس ان في حد مش بيسمع مني انا بس. هيجيني وقت وهفقد مفعولي. صحيح. فيا ريت توصله كذا او تتناقشي معاه في النقاط اللي عايزه توصله. انت بقى دورك ايه؟ حبيبي الحمد لله على السلامه، انت راجلي وسندي، الشقه كانت فاضيه من غيرك. لما بتيجي بحس بالامان، بحس بالاطمئنان، انا كده بحسسه بالمسؤوليه. انا امك، مسؤوليتك. صحيح. رغم ان انا اليد العليا اللي بجيب وبودي وبشتغل وبنفق، ولكن انت وجودك مهم ذاتيا. انا قويه بيك ومعاك. صحيح. اطبطب على ابني واحضنه. اقرأوا يا ناس عن حضن الام بيعمل ايه في الطفل. صحيح. بيعمل ايه في المخ. يعني اثبتت الابحاث العلميه ان بيغير المخ نفسه، بيغير حاجات فسيولوجيه كمان يا استاذ سحر. يعني يمكن لغه الحوار ما بين الام والاولاد وتحديدا في مرحله المراهقه من اكتر الحاجات المهمه قوي. فكره المصارحه، فكره ان الاولاد ما يخافوش، ما يبقوش خايفين ان هم يتكلموا مع الام في اي حاجه ممكن بتحصل معاهم في العالم الخارجي بره البيت. اذا ابنك خاف منك صحيح. مش هيكون صديقك. ده حقيقي. واذا دخل الخوف هيبقى معرقل للحب. الحب موجود بس هيدفن. هيبقى حاجه معرقله. صحيح. فلازم الصراحه، الوضوح، المصداقيه بينك وبين ابنك. أكيد. الصداقه. اديله مساحته. غلط حبيبي التصرف ده ما ينفعش، خليه يفضفض معاكي
ويحكي لك. صحيح. انا كان نفسي وقتنا يمتد اكتر لانه حقيقي موضوع مهم، والحديث مع حضرتك اكيد مشوق جدا جدا، ولكن ان شاء الله يكون لنا لقاء قادم باذن الله نستكمل فيه حوارنا. بشكر حضرتك جزيلا، شرفتينا ونورتينا. استاذه سحر هنيدي، مدرب دولي للتنميه البشريه واستشاري علاقات اسريه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. بكده مشاهدينا بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده. بشكركم جدا على حسن المتابعه، وغدا ان شاء الله يتجدد لقاء حضراتكم حلقه جديده ونهار جديد.